ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. انا من فترة طويلة كان عندي كده حب وشغف بان انا ادرس شخصية الراجل وشخصية الست، واحب احللهم كده. الراجل بيفكر ازاي والست بتفكر ازاي. الكلام اللي هقوله مختلف عن اي كلام انت سمعته قبل كده او اللي انت فاكره عن الرجولة. انا هنا بتكلم عن ازاي تكون احسن نسخة من نفسك، ازاي تبقى راجل. خليك هادي، دايما عارف امتى تتكلم، امتى تسكت، امتى تدخل في مواجهة مع حد، امتى تنسحب. حد مثلا يكون متعصب قدامك وانت واقف قدامه ولا همك اي حاجة، عارف انت مين وعارف هو ايه، بس بتبصله كده من غير اي كلام. دي هتخلي الناس تشوفك راجل قوي، حد قوي، حد فعلا ليه هيبة كده، حد فعلا راجل. دي اكتر علامة بتدل على الرجولة. الهدوء، خليك هادي دايما كده وراكز وراسي. ما بتتكلمش كتير، دايما لما بتتكلم الناس فعلا تبصلك وتسمع لك. ما بتتكلمش كتير، بتخلي افعالك وتصرفاتك هي اللي تتكلم عن نفسها ونجاحاتك. خليك هادي مبتسم، مش لازم تكشر قدام الناس او تكشر وانت بتتصور علشان تبان واد مخلص. الابتسامة والهدوء هما اللي هيخليك تبان كده على عكس ما انت متوقع تماما. تاني حاجة، الثقة بالنفس. انا كنت عملت فيديو قبل كده عن ازاي تكون واثق في نفسك، والثقة بالنفس هتفيدك في حاجات كتير جدا جدا. دي بجد اقوى حاجة هتخليك فعلا راجل وليك هيبة كده. انت عارف انت مين، مش مستني اي تقييم من حد، مش مستني حد يقول رأيه فيك. عارف انك مهما مريت بظروف صعبة هتعرف تعديها مهما كانت صعبة حتى لو بعد سنين. الثقة في النفس هتخليك جذاب بشكل انت لا تتخيل. تالت حاجة، عندك هدف، مش عايش كده وماشي زي ما الناس ما ماشية وخلاص وبتقلد الناس وخلاص. لان خلي بالك اغلب الناس مش سعيدة، اغلب الناس مش مبسوطة، اغلب الناس مكتئبة، اغلب الناس مش غنية، اغلب الناس مش راضية عن حياتها. لو مشيت ورا كلام الناس ما تلومش لنفسك. ما تفتكرش ان الفرد الواحد او الشخص الواحد علشان صوته ما بيكونش عالي ومسموع ان هو اللي بيبقى غلط، وان عشان دايما الناس او المجموعة او الجمهور مثلا بيتكلموا عن قضية معينة مثلا على السوشيال ميديا او على التلفزيون فخلاص بيبقى صوتهم عالي، يبقى هما كده ناس اقوياء. لا، الشخص دايما او الفرد اعلى من المجموعة، بيفكر احسن من المجموعة، عنده وعي اكتر من المجموعة، عنده وعي اكتر من باقي الناس كلها. اغلب الناس بتحب تمشي ورا بعضها من غير تفكير. الشخص دايما بيكون صح عن باقي الناس. انت مركز في هدفك ومش مركز مع اي قضية الناس مشغولة بيها سواء على السوشيال ميديا ولا على التلفزيون ولا ايا كان. مش مهتم بالدوشة اللي الناس بتعملها على التلفزيون او السوشيال ميديا او ايا كان. مركز في هدفك وعايز تشاركه مع الناس اللي حواليك وعايز تشاركه مع العالم كمان. واكيد هتكون سعيد لو حد موجود في حياتك وعايز يشاركك في الهدف ده، في ان هو يساعدك في انك انت تحقق الهدف ده. رابع حاجة، انك تكون نفسك. اكتر حاجة شجاعة انك فعلا تكون نفسك وتشوف مين اللي هيستمر معاك ومين اللي هيخرج بره حياتك. الناس هتبص عليك وتقول ايه الشجاعة دي، ايه الجراءة دي، لانك انت مميز، نسخة واحدة في العالم ده، مفيش زيك في العالم ده. فعلشان كده هتكون جذاب جدا جدا جدا. ناس كتير بتلبس وش بس علشان الناس تبقى راضية عنها، وبتقول كلام هي مش مقتنعة بيه من جواها علشان الناس اللي حواليهم يبقوا راضيين عنهم. ما عندهمش شجاعة انهم فعلا يبقوا نفسهم. ازاي تكون راجل؟ خامس حاجة، اتعلم من اخطائك. كل ما تتعلم من اخطائك ده هيزود من خبراتك، وبعد كده يخليك تحقق نتائج اقوى، بعد كده هيساعدك في انك تكون ناجح بعد كده. الكسلان هو اللي ما بيغلطش. لو عايز ابدا ما تغلطش خليك قاعد مكانك وما تعملش اي حاجة. لو غلطت عادي اعتذر، دي اكتر حاجة تخليك تبان راجل مش ضعف. سادس حاجة والأخيرة، واجه مخاوفك. اخرج دايما بره دايرة ارتياحك. جرب مثلا تتسلق جبال، تروح أماكن جديدة، تتعلم مهارة جديدة، تروح الملاهي، تركب ألعاب. كل ما تواجه مخاوفك أو الحاجات اللي انت بتخاف منها ده هيطور منك وهيزود خبرتك وهيطور من شخصيتك ويخليك ناجح أكتر وأكتر.
اهم حاجة تبقى مخطط كويس جدا جدا قبل ما تواجه مخاوفك، مش ان انت ترمي نفسك في اي خطر وخلاص، لا، لازم تكون مخطط كويس وحاسب الموضوع كويس هيوصل لحد فين. الرجولة مش ان الواحد يقعد يتخن صوته على الفاضي والمليان ويقعد يزعق، او يلبس تيشيرت اسود او يلبس جاكيت بومبر، لا. الرجولة هي انك تبقى هادي وواثق في نفسك، انك تعمل اللي انت عايزه دايما. مش الحاجة هي اللي بتخليك راجل، مش التيشيرت الاسود او الجاكيت البومبر او انك تتخن صوتك هو اللي هيخليك راجل. انك تعمل اللي انت عايزه، انت اللي بتخلي اي حاجة بتعملها في حياتك تبان رجولية، تبان فعلا رجولة. الرجولة الحقيقية هي انك تعمل اللي انت عايزه ومش بيهمك رأي الناس. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.